يا سبحان الله أحمد، أهذا أنت؟ مضى زمن طويل لم أرك. يوسف صديقي القديم، والله اشتقت إليك كثيرا. كيف حالك؟ أنا بخير والحمد لله، وأنت؟ الحمد لله. لقد تغيرت كثير، تبدو أكثر نشاطا وهمة. هذا فضل الله، ثم دراستي في أكاديمية العدالة الإسلامية. أكاديمية العدالة الإسلامية، حدثني عنها فأنا أسمع بها كثير. هي هنا في نيروبي سليك تونرلين، كل يوم أتى وأتعلم أشياء جديدة. ماذا تدرسون فيها؟ ندرس مواد مثل الرياضيات، اللغة الإنجليزية، والعلوم يعني ساينس، وهذه تفيدنا في حياتنا. رائع. وماذا عن الدين؟ ندرس أيضا مواد إسلامية، التوحيد، الحديث، الفقه، والسيرة النبوية، فنتعلم ديننا مع دروس الدنيا. وهل تقرؤون القرآن في أكاديميته؟ نعم، نقرأ القرآن كل صباح قبل الدروس، ونعود لنراجع في المساء أيضا. هذا جميل جدا، فقراءة القرآن تنير القلب وتزيد العلم. نعم، والمعلم يستمع إلينا صحيح تلاوتنا حتى نتعلم القراءة بتجويد صحيح. ما أجمل ذلك، إنه لفضل كبير أن تجمعوا بين العلم والقرآن. وكيف هم الأساتذة؟ أساتذتنا الطيبون يحبون الطلاب، وهم يشجعوننا على التوفيق. يا لها من مزة رائع، وأنا تريد أن تصبح في المستقبل. أريد أن أصبح داعية ومعلم وأعلم الناس علم الدين. وأنا أريد أن أكون طبيبا أساعد الناس وأعالج المرضى. إن درسنا جدا فنصله إن شاء الله. صدقت، لقد شوقتني إلى أكاديمية لعلي أنضم إليك كثيرا. مرحبا بك دائما يا صديقي. شكرا يا أحمد، إلى اللقاء. إلى اللقاء يا يوسف. ما شاء الله.